ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم آياته ملة آباكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سمانا مسلمين. فما ينفعش بقى أنا أبقى مسلم وظابط، مسلم وسلفي، مسلم وإخواني، مسلم وصوفي، مفيش الكلام ده. أنت مسلم. التصنيفات دي هي اللي دمرتنا. الانتماءات دي هي اللي دمرت الدين. إن كل واحد راح للصوفية وواحد راح للإخوانية وواحد راح للسلفية. مفيش كده. أنت اسمك مسلم. تصنيفك ده بقى اللي بيضر الدين ويبهدله. مفيش حاجة اسمها اتباع طائفة. المسلمين انتصروا لما كانوا ايد واحدة، ما كانش فيه طوائف، ما كانوش منقسمين، لكن كل واحد عامل لي امام وماشي وراه. الاخوان مرشدين، السلفيين ولي الامر، الصوفيين مش عارف الاعمامه ولا الامامه ولا ايه ده. ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديث بما معناه: ستنقسم اليهود والنصارى إلى شعب، وستنقسم أمتي إلى 70 شعبة، كلهم في النار إلا واحدة. مين الوحيدة دي بقى؟ كلنا مسلمين، والأفضل إن أنت تبقى مسلم، ما تنتميش لحد، ما تمشيش ورا حد. أنت فيك عين وفيك عقل، بتقرا زي ما هو بيقرا، بتجتهد زي ما هو بيجتهد. يعني أنت فاكر إن مفيش سلفي بيغلط، أو مفيش إخواني بيغلط، أو مفيش إخواني بيعصى، أو مفيش سلفي بيعصى، أو مفيش صوفي بيعصى؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعصاه ونتوب ونستغفر. هو الانسان كده طبيعته. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. لكن مش قايل لواحد يربي دقنه يبقى صوفي وسلفي واخواني وسني الكلام ده اللي ضيعنا، والكلام ده اللي بهدل الدين. احنا كلنا بنجتهد، وكلنا بنعصى ربنا، وكلنا بنستغفر، وكلنا بنتمنى رحمه ربنا سبحانه وتعالى. السلفيين مش هيخشوا الجنه لوحدهم، ولا الاخوان هيخشوا الجنه، ولا الصوفيين هيخشوا الجنه. الجنه مش حجر على مجموعه. تب علينا ربنا.